مساكم الله بالخير. اليوم بنشوي بس شنو بسوي دجاج مدخن. ففي الاول وفرحان قوي. بركب له. اول شيء بحط كمون، بابريكا، هذا من الاشياء الاساسيه. ماشي. في بعد هذا من الاشياء الاساسيه مو مكتوب اسمه صح؟ هذا زعتر بري. نحطه وياه رشة خفيفة. طيب عندنا الدجاج بشيل العمود الفقري اللي فيها، اجيب سكين ما توقف، ما تقول لا. شلنا هذا احطه على جنب ودي بولاديه. طيب الحين احنا نظفناها، نفرشها بس كذا. هذا تنفتح، ايوه كذا صار على ظهرها حلوين. خلها تنفتح كذا، قص الزايد من الجناح هذا. تقدر تقصه وتقدر تحطه زي كذا، بس لا انا بقصه. اظن ان احنا حلوين. نجي على الجزء اللي داخل نطرحه، نحط عليه البخار اللي سويناه. أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي. وقالت أرجوك ثم أرجوك مهلني دقيقة. كذا احنا خالصين. بخليها على ما اشب الجمر. متعمد نخلي تشب الجمر لبعدين عشان هي بعد تاخذ النكهه شوي. عندي شوايه الغاز هذه توني ماخذها شاريها زين. اشغل الجمر فيها. هذا لو بغيت نزلته منه، هذا اقدر اشغلها نص هنا الثاني، فعلى حسب تبي توزع الحراره وين يعني كذا. خلنا نشغلهم بعدين نحط عليهم خشب تدخين. شغلنا الجمر، الحين بنحط عليهم قطعات من خشب التفاح. خليها بس تشب كذا شوي، بعدين بنحط مطلوب مسعود يا ابو نواف. خلهم مسعود يبغى اسمع شباب اسمع. لا شو اسمه تاخذ الدجاج نكهه اشرح لك بعدين شوف بدأ يطلع الدخان. شغلت بعد عليه النار بس خليته تاكله شوي الضوء. هذا الجذع هذا قطعه زين. بطفيها ما راح اخليها شغاله كذا. انا حطيت الدجاج شوي على جنب، الحين ما في تحتها اي جمر، هذا بس على جنب. بسكر عليها، الحراره بتدور بتسويها من فوق ومن تحت. ما بغيت اوخرها كثير لان هنا مره بارد، يعني اخاف انها ما تطول اكثر من اللزوم ما تستوي، فقلنا هنا سدد وقارب. سكر عليها، طالع الحراره هنا كم بتصير. شوف الحراره قاعده تطلع حبه حبه ياكلك. شوك البرشومي. المهم اني بتركها تقريبا 45 دقيقه. تبخور. شوف كم وصلت تو. هذا ما لها الا 5 دقائق تعدت ال100. الحرارة تتجمع، الجمر خفيف، حرارة تتجمع تستوي على الراحة. خلها لا تلعب فيها، خلها ولا تفتح ولا شيء، خلها 45 دقيقة على وجه واحد لا تقلب. انت على ما يستوي الدجاج سوي لك شاي. الجاي عيني على الجاي هو غطاي. عيني على الجاي هو غطاي. طالع لك فيلم. طبعا انا ما فتحته، قلت خلينا نشوف مع بعض. الحرارة لا زالت ثابتة على 120. نقول بسم الله. هذا مرة تقريبا 45 دقيقة. نشوف النتيجة. لسه ما استوى منه شيء. حلو.
طيب الجمر لازال شغال. انا ما عندي شيء اسمه قرار الصح، انا اتخذ القرار على كيفي. طلع صح الحمد لله، طلع خطا الحين بشغل عليه اسوي. نشوف له مبرر. لازم عندك بلان بي عشان لو فشلت انك تعرف تدارك الوضع. طبعا انا عارف انه ما استوى، بس اني ابي اقيس درجة الحرارة. تو 43 48 50. لسه احنا نبي نوصل على بين 75 الى 80. هاي 53 نفس الشيء. طيب خلها الحين بشغل النار، بس بضبط العدة وبرجع. انا كنت بشغل النار بس قلت تدري ما دام الجمر لسه ما طفى خلني احطها فوق الجمر على طول. الخشب هذا التفاح حطيته على جنب، طلعته خلاص ما نحتاجه. بس شوف اللون الوردي ما هو طالع عندك، ما هو واضح. شوف اللون هذا مش واضح. طالع اللون اللي هو سموك رينج اللي هو حق التدخين. فخليها الحين انا بحطها فوق الجمر مباشرة. وزعت الجمر على 3 جهات، بحطها مباشرة فوق الجمر. فباخذ وبقلب فيها يصير عادي. خلاص قلتها اخذت نكهة التدخين. نسوي صوص حق تقميصة الدجاج على ما يستوي. طحينية حلو اللي كثرت. ماشي صاير عندي وبنحط لبنة. ننزل زيد شوي ما يمنع. حلوين. نحط عليهم عصرة ليمون. شوي بنكثر ملح، فلفل اسود، بخة بسيطة، شوية ماء. وزن عدد بالماء يعني، خليه يصير سايل تبي تصير ثقيل انت براحتك. واخلط. ورابك شغل وهنا ما في الا ما في الا شغل. ورابك شغل. الحين هذا الصوص ولا احلى. حطه بس شوي كذا، سوي كذا وحط له زيت زيتون، يطلع لك حمص ولا ب 35 ريال ابيع. طبعا انا الحين واصله عندي تقريبا 65، انا ابغاه فوق ال 75. فالباقي هذه 10 درجات بخليها بقلب الدجاج. شوف الشوي يبي له رواقه. شوف الحين انا قلبتها ما فيها ولا نقطة احراق، مستوي ومعطتك شكل شهي. فنتمنى الشكل اللي على الجهة الثانية يصير زي كذا يعني شكل مقبول. شو احكي لك شو اقول لك. شوف انا اقلبها فكت من هنا، هذا دليل انها استوت. خلينا نشوف. شيك الحين. فعلا ما شاء الله قلوب العذارى. سعادتك خد نفس، سيب نفس، سيب نفس، سيب نفس، سيب نفس، سبت يا عفريت. شوف اللون هذا سموك. الله هذا اللي عليه الكلام اللي ما شاء الله مستوي احمر. طبعا الطعم لا احكي لك، الطعم يعني مو متعود عليه في الشوي، طعم جديد زين، طعم التدخين هذا.